مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تقييم التعليم المسائي في الإقليم الأوسط. جهود لتوفير الصلصة في البلاد. تغطية واسعة للخدمات الصحية في مديرية حقان. ولي العهد السعودي يجتمع مع السيسي في أول جولة خارجية. الصين تزيد ميزانيتها العسكرية. وصول حاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام في زيارة تاريخية. مرحبا بكم. لن عناوين إلى التفاصيل. عقد مكتب التعليم في الإقليم الأوسط اجتماعا في 3 من مارس لتقييم التعليم المسائي للمرحلة الثانوية وتطبيق اللوائح، حيث بحث الاجتماع تدني المشاركة في التعليم المسائي وإيجاد الحلول الناجعة لها بالتعرف على المشكلة. وأوضح مسؤول متابعة جودة التعليم في وزارة التعليم السيد ولد برهي في الورقة التي قدمها أن العمل جاري بطريقة منظمة لمواصلة من قاطعوا الدراسة المسائية بالمرحلة الثانوية لأسباب مختلفة لدراستهم الأكاديمية، داعيا للاستفادة الجيدة من هذه الفرصة. وذكر مسؤول التعليم الكبار في مكتب التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ كيلازجي برهي أن هدف التعليم المسائي هو مساعدة الشباب والكبار الذين لم يحصلوا على فرصة التعليم في العمر التعليمي المحدد، مناشدا كل الجهات بضرورة مساعدتهم لتلبية رغباتهم في اكتساب المعرفة. وأوضح الاجتماع بأن المصاعب التي تواجه التعليم المسائي تتمثل في المستحقات المالية الشهرية غير المشجعة للطلاب، والضغوط المتعلقة بالوقت على المعلمين، وعدم المراقبة الجيدة وطول مدة الفترة التعليمية والغياب المتكرر. وشدد مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتقابل في ختام الاجتماع على ضرورة التعرف بشكل جيد على معوقات التعليم المسائي وإيجاد الحلول لها. وطالب الاجتماع بضرورة تحديد تعرفة مالية ثابتة وتحسين اللوائح المعمول بها وتعاون المؤسسات الخاصة والعامة في تعليم عمالها وغيرها من التوصيات البناءة. يقوم مصنع باناتوم الكائن بمنطقة ألبو بإقليم القاشبركة بتصنيع الصلصة من محصول الطماطم المنتج في المشاريع الزراعية لتلبية احتياجات البلاد. وأوضح مدير المصنع المقدم تكي ولدو أن المصنع يستقبل يوميا 5000 كنتال من الطماطم المزروعة في مشاريع عد عمر وفانكو وقرسة وملوبير، حيث يقوم بمعالجتها وتعليبها في علب مغاس 250 جرام، فضلا عن خلق الفرص المتعلقة بالعمل لسكان المنطقة. وقال مسؤول إدارة الخدمات الفنية لمؤسسة القلال والمواشي الرقيب محمد عبد الله أن المصنع يسير أعماله بشكل جيد من خلال الاستفادة من خبرات قدام العمال وجهود خريجي المدارس الفنية الجدد. وأعرب عمال المصنع عن ارتياحهم للعمل الذي يقومون به والذي يكسبهم الخبرة ويؤثر إيجابا على حياتهم المعيشية، فضلا عن العوائد الاقتصادية التي يحصلون عليها. أوضح مسؤول الصحة في مديرية حقات الممرض قبر مسقل قبر هويت بأن أكثر من 80% من سكان المديرية يحصلون على خدمات الصحة عن قرب، أي في أبعاد لا تتجاوز 5 إلى 10 كيلومترات، بفضل الجهود الحكومية الهادفة إلى إحلال العدالة الاجتماعية. وأشار إلى فتح عيادات في كرمد وأشرة وقلاس وحشيشاي وعدفاكاي ومشفى عمومي في مدينة حقات، إضافة إلى برامج التطعيم المقدمة بالذهاب إلى المناطق النائية وضمان الرعاية الصحية للمواطنين عامة ورعاية الأمومة والطفولة بشكل خاص. كما أوضح المساهمة الجيدة لوكلاء الصحة الريفية والإدارات المختلفة في المجال الصحي، فضلا عن إدخال برامج إصحاح البيئة في 29 قرية والسعي لإدخالها في القرى المتبقية. وقال أن عدد الحوامل اللواتي وضعن حملهن في المؤسسات الصحية خلال العام 2016 كان 870 وارتفع عام 2017 إلى 1170. كما انخفضت حالات الإصابة بمرض الملاريا بنسبة 42%. وأشار مسؤول الطب العام في مستشفى حقات الممرض أسفل قبر أملاخ إلى عدم وجود أمراض مقلقة في المديرية، إلا أنه يتوجب من المواطنين التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية في حال ظهور أي أعراض مرضية. هذا وقد أكد السكان حصولهم على الخدمات الصحية كما ينبغي، داعين لتخصيص سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة إلى المؤسسات الصحية.
عقدت اجتماعات مديريتي صنعاء وطرونا للتعرف على أوجه القصور في العملية التعليمية والقرارات التي يتوجب اتخاذها لتقوية نتائج التعليم. وقال مسؤول المدارس في مديرية صنعاء الأستاذ بينة أسفاي أن الفرص التعليمية متوفرة في كافة المراحل التعليمية، إلا أن نسبة المشاركة ليست بمستوى المؤسسات التعليمية الموجودة، داعيا المعلمين لنقل المعارف إلى الطلاب بشكل جيد إلى جانب المبادرات الشعبية لتشجيع المعلمين. وأشارت تقارير مدراء المدارس إلى المصاعب التي واجهت العملية التعليمية هذا العام، والمتمثلة في تأخر قدوم الطلاب إلى المدارس مع بداية العام الدراسي، والمقاطعة والتقيب عن الدراسة، وضعف متابعة أولياء الأمور لأبنائهم، ونقص الأدوات التعليمية. وفي صرونا أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ سليمان محمود خلال ورشة العمل المنظمة بخصوص التعليم عن تدني المشاركة في العملية التعليمية خاصة في أوساط الطالبات بالنظر إلى المؤسسات التعليمية التي تم إرساؤها. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزكي كداني عن تقديم 32 من المدارس الخدمات التعليمية في المديرية بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، إلا أن عدد الطلاب لا يتجاوز 8000 طالب وطالبة، مما يتوجب بذل المزيد من الجهود المنسقة. عقدت جمعية المكفوفين اجتماعا في مدينة جندع لبحث تحسين الحياة المعيشية للمكفوفين. وقال رئيس الجمعية السيد داوود فساية أن الجهود التي بذلت على مستوى البلاد لتمكين المكفوفين الاعتماد على أنفسهم والعمل بثقة حققت نتائج مرضية، داعيا لتعزيز دور الأسر والأقارب في أنشطة الرعاية التي تقوم بها الجمعية والحكومة. وقدم مستشار جمعية المكفوفين السيد جبر مسقل في السهاء توضيحا حول أنشطة الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بتصحيح النظرة السلبية تجاه المكفوفين وتحسين معيشتهم. وقال أن 135 من المكفوفين الذين أسهمت الجمعية في تعليمهم يعملون حاليا في المؤسسات الحكومية. هذا وتقوم جمعية المكفوفين بتقديم المساعدات والقروض والتدريب هذا العام بالتعاون مع الشركاء. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. كونوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة ليلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في مستهل أول جولة خارجية له منذ تغلده ولاية العهد في يونيو من العام الماضي. وخلال مراسم نقلها التلفزيون بحضور الزعيمين تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر بشأن تفعيل الصندوق المصري السعودي للاستثمار، والذي تبلغ قيمته 16 مليار دولار. كان تم الاتفاق على تأسيسه في العام 2016. كما تم أيضا التوقيع على اتفاق في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، حيث تأتي الزيارة قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة المصرية التي يسعى السيسي للفوز فيها بفترة ثانية. هذا وسيتوجه ولي العهد في 7 من مارس إلى بريطانيا، كما سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر زيارة للولايات المتحدة الأمريكية أقرب حليف غربي للرياض. أعلنت الصين اليوم الاثنين زيادة ميزانيتها الدفاعية لعام 2018 بنسبة 8.1%، مما يعزز الإنفاق العسكري لأكبر جيش في العالم بعد أن تراجع في العامين الماضيين. وستنفق بكين 175 مليار دولار على جيشها وفق تقرير عن الميزانية تم تقديمه خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو على جهاز استشاري في الصين وفق وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. ويقارن حجم الإنفاق هذا بزيادة قدرها 7% خلال العام الماضي و7.6% خلال عام 2016. وقد أتبعت الزيادة في الإنفاق العسكري تقريبا نفس وتيرة الاقتصاد الصيني في السنوات الماضية، حيث نما الاقتصاد بنسبة 6.9% خلال عام 2017. وأعلنت الحكومة الاثنين بأنها تستهدف نسبة نمو تبلغ نحو 6.5% خلال عام 2018. وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام اليوم الاثنين لأول مرة منذ انتهاء الحرب الفيتنامية، في تأكيد مثير للعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين العدوين السابقين خلال فترة يتزايد فيها نفوذ الصين الإقليمي. ولا يمثل وصول حاملة الطائرات كارل فينسون
وسفينتين أمريكيتين أخريين في زيارة تستغرق 5 أيام، أكبر تواجد عسكري أمريكي في فيتنام منذ عام 1975 فحسب. ولكنه يوضح أيضا علاقات هانوي المعقدة مع بكين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. ويعمل مبعوثون فيتناميون منذ شهور لتخفيف قلق جارتهم الصين العملاقة من هذه الزيارة، واحتمال إقامة تعاون أمني أكبر بين هانوي وواشنطن، وذلك حسب ما قال دبلوماسيون مطلعون على المحادثات. فاز فيلم ذا شيب أوف ووتر بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما أوسكار عن أفضل فيلم يوم الأحد، بينما حصل جارلي أولدمان على جائزة أوسكار كأفضل ممثل عن دوره في فيلم داركست أور. وفاز المخرج المكسيكي جيرومو ديل تورو بجائزة أفضل مخرج عن فيلم ذا شيب أوف ووتر. واكتسح أولدمان الذي تصدر الترشيحات للفوز بجائزة أوسكار كأفضل ممثل موسم الجوائز بفوزه بجوائز مثل جولدن جلوب وعدد من جماعات نقاد الأفلام. وهذه أول جائزة أوسكار يفوز بها أولدمان البالغ من العمر 59 عاما. كما فازت فرانسيس ماكدورماند بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم 3 بولبوردز. وفاز فيلم A Fantastic Woman من تشيلسلي بجائزة أوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، حيث يعتبر أول فيلم من شيلي يفوز بجائزة أوسكار. كما فاز فيلم كوكو بجائزة أوسكار لأفضل فيلم للرسوم المتحركة. قبل أن يقلص بيير إميريك أوباميانغ الفارق مع تبقي دقيقتين على نهاية الشوط الأول. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة، وحتى جيد اللغة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل.